السلام عليكم خوتي خواتاتي. المهم هاد القناة هادي ان شاء الله غادي نديرو فيها اي حاجة عندها علاقة مع الروايات ديال الرعب والغموض والمغامرات. كنتمنى ديروا اشتراك ولايك وتدوزوا عندي الكومونتير وتقولوا لي شنو الحاجة اللي مزيانة والحاجة اللي خايبة باش نبدلوها. الا بانت لكم شي حاجة ماشي هي هذيك في هاد البارت الاولى ان شاء الله قولوا لي باش نبدلها. يلا نمشي. بسم الله. 3 ديال الفجر والجو بارد، حسيت بديك اليد عاود وهي كتحسس ليا في ظهري عاوتاني. نضت كنجري باش نشعل الضو ولكن ما لقيت حتى حاجه. خرجت من البيت ديالي للبيوت الاخرين ولكن والو عاوتاني، تحلات الارض وبلعاتو. وفاش ما لقيتوش رجعت للبيت ديالي وبقيت فايق تنتسناه حيت يقدر يبان في اي لحظه. بقيت هكا حتى طلعت الشمس، وفاش شفتو ما جاش قررت نسرق شي ساعه ولا جوج ديال النعاس على ما تجي الوقيته اللي خصني نفيق فيها اجباريا. بزز مني ولكن ما قديتش الناس حيت النعاس طار ليا من عيني، وبقيت كنتفكر داكشي اللي وقع في الفيلا ديالنا في الباسوس. المهم الباسوس هي قريه في مركز القناطر الخيريه التابعه لمحافظه القليوبيه في مصر. هذه غير بلاصه. المهم نرجعوا للقصه. كان هذا القرار ديال الوالد فاش قال لنا خصنا نرجعوا لمصر، وهذا هو القرار اللي صدمني. قال لنا هذا القرار هذا وسط الاحتفال بعيد ميلادي 13 وهو متحمس بحال هذا الشيء غادي يعجبني. هو ما اهتمش بالقرار ديالي وما اهتمش بصحابي اللي دوزت معاهم الطفوله ديالي، وما اهتمش حتى بحياتي كامله هنايا في الامارات اللي تولدت فيها. دوزت شويه من حياتي في مصر ولكن الاغلبيه راه كانت هنا في الامارات. بقيت تنسول راسي شنو غندير في مصر، ما عقل على حتى واحد تما، حتى من قراني اللي كنت كنلعب معاهم نسيتهم. واصلا هنا احنا ما غاديش نعيشوا في القاهره ولا شي بلاصه مشهور، لا احنا غادي نمشيو غير لباسوس اللي بعيد على القاهره تقريبا بنص ساعه. بينما الوالد كان كيقول لي هذا الخبر اللي كان نقطه تحول خايبه لواحد بحالي، كان هو فرحان بحال تقول غادي نمشيو لديزني. من النهار اللي انتقلنا من مصر للامارات مشيت للباسوس جوج ديال المرات، وفيهم جوج ما قديتش نتاقلم ولا ننسجم مع الطريقه اللي غدا بها الحياه تما. انا ما عقلش على ديك البلاصه بزاف. اكثر الحاجات اللي عاقل عليهم تما هي الحجم الكبير ديال الفيلا اللي تيهضر عليها الوالد بزاف، وهو مفتخر قدام صحابه بالتاريخ ديالها القديم اللي فات 150 عام. واخا كاين هاد المواصفات اللي كتبين باللي راه الدار مريحه، ولكن بالنسبه لي انا ما كانتش كتغريني نعيش فيها، وما كنظنش شي حد من غير الوالده تعجبو ديك المنطقه. وما كنتش عارف السبب اللي خلاني نكره ديك البلاصه حتى رجعنا ليها في داك الصيف ديال 1999. 1999 هادي وشكون يتيق باللي رحنا مازال كيتقطع علينا الضو شي بعض المرات، او راه زعما قربنا ندخلوا ل 2000. واش هادشي ما غاديش يتبدل ولا غادي يبقى ما عرفتش. المهم المستقبل هو اللي غادي يحكم على هادشي، واخا هكا كنتمنى انه ما يبقاش. على اي حال ما عنديش انا شي حل من غير انني نطيع الوالد، خصوصا الى جا هذا القرار هذا من عند سي ابراهيم الخولي. الوالد هو رجل اعمال مشهور في مصر خصوصا في الباسوس، هو واحد من اكبر افراد العائله اللي كاينه في الباسوس. أه العائلة ديالنا كانت عائلة كبيرة، عائلة الخولي، والإمارات حتى هي ربح فيها الوالد بزاف ديال الشهرة حيت نجحات ليه الأعمال ديالو تما. ما قديتش نهضر على داكشي اللي عندي في راسي حيت خايف من ردة الفعل ديال الوالد. الشخصية ديالو كانت صارمة لواحد الدرجة ديال الرعب، وكان صعيب يتفاهم معاه شي واحد، وحتى الوالدة ما كانش يمكن ليها تبدل شي حاجة إلا صمم عليها هو. وأصلا هي ما مهتمش فين تعيش حيت اي بلاصه اختارها الوالده تكون زاهيه رفاهيه كيف مولفه هي، حتى هي من عائله كبيره تما في الباسوس، واصلا راها تقدر تولف اي حاجه جديده ودغيا كتعود على الحوايج الجداد. ما كنتش انا قادر نقول بلي راني ما كنبغيش ديك الفيلا اللي كل شيء الامنيه ديالو هي يضرب فيها شي دويره. هي نفسها الفيلا اللي كل شيء تيخدمها بحال شي علامه ناضيه كينعتو بها الطريق للسياح. بزاف سهلات الاجراءات ديال النقل الخدمه ديال الوالد، وهكا بكل سهوله الحياه ديالي كتبدل والاحوال حتى هما. ما عنديش انا شي قرار غير حيت انا قاصر وباقي تحت السن القانونيه اللي غادي تخليني نتصرف في المصير ديالي الراسي. واخا تكون عندي حتى 20 عام ما نقدر ندير والو بلا الموافقه ديال الوالد ولا الرضا ديالو. الرحيل ديالنا
الرحيل ديالنا وصل قبل ما نتحركوا حنايا بيومين، وما بقاوش شي حوايج بزاف في الدار هنايا غير شي حوايج شخصيين. سولت راسي علاش تنعطيو الامل لراسنا وتنخططوا للمستقبل اللي غالبا غادي يكون وغادي يمشي في واحد الطريق اللي مبدله على داكشي اللي تنخططوا ليه. البشر كائن فاني وهذا الشيء ما غادي يتبدلش. ايوا علاش غادي نتقاتلوا باش نعيشوا، باش نبينوا الوجود ديالنا؟ علاش سافرنا في الاول وعلاش دابا راجعين؟ من مور هاد الاسئله اللي ما قدرتش انني نجاوب عليهم انا استسلمت وقررت نمشي مع التيار ونخلي القدر يدير خدمته. سلمت على ديك الدار اللي شهدت على كل شيء في الطفوله السعيده اللي كنت كنبغيها، ومشيت معاهم للمطار لمصر. فاش بدات الطياره تتقلع حسيت باللي راه انا تنخلي مورايا سنين كنت كنبغيها. تفكرت العائله اللي كانوا كيقولوا لي باللي العمر شحال ما طوال باقي قصير، وباللي الذكي هو اللي كيستمتع باللحظه في الوقيته ديالها. عليه قررت نستمتع من اليوم باي فرصه ممكنه وفوق ما نبغي. شفت تحت مني الخليج ووعدتو باللي غادي نرجع ليه قريب ان شاء الله، وهذا الشيء اللي ما قديتش نطلبه من الوالد. ما حسيتش بالهبوط ديال الطياره اللي كانت تدريجي، حيت كاع ما فيقني من النعاس ديالي. فيقتني الوالده وهي كتقول على سلامتك ولدي ادم، راه وصلنا لمصر. قدام المطار كانت واحد الطوموبيل ناضيه تتسنانا توصلنا للباسوس، وما حسيتش انا بالطريق فيها حيت كنت تنفكر بزاف كيف العاده ديالي. وقفات الطوموبيل شويه قدام الباب الرئيسي ديال الفيلا، باب كبير كحل، وفي لحظه كان البواب اب محمد تيحل لنا الباب ديال الفيلا. اللي نسيت ما قلت لكمش باللي راها كتطلع على النيل نيشان. دخلنا وانا تنشوف المنظر بحال اول مره. الجرده اللي زاهيه خضوره، ما مهرسها غير اللون المارو ديال الكراسه ديال الخشب، والطريق المسرح اللي قاسم الجرده على جوج. وفاش كتهز راسك للقدام تتشوف الفيلا العملاقه ديالنا، الفيلا ديال الباسوس. حلت لينا ام محمد مرت البواب، حلت لنا الباب ديال الفيلا بين ما كانت تضحك وفرحانه حيت جينا. ولواحد اللحظه انا شكيت في ديك الضحكه، كانت كترحب بينا وتتزغرت مجهد زعما محتفله بالوصول ديالنا. دخلنا ودخل مورانا اب محمد وولده، وهما هازين الباليزات ديالنا. كان ولده مروان قدي في العمر. عليها سولت الوالده علاش سميتهم اب محمد وام محمد وولدهم الكبير سميتو مروان، واش ما عندهمش شي سميات ديالهم؟ ردت عليا باللي ولدهم الكبير احمد مات في واحد الحادثه في الفيلا نهار ديال عيد ميلاده، وعليها اختاروا هاد السميه هادي باش يبقاو مفكرينه. بقيت انا تنتفرج في الدار من الداخل، فيلا كبيره بكل ما عندها هاد الكلمه من معنى، مصبوغه بالبيض، وقدام الباب نيشان واحد الطابله كتسلم عليك، طابله قديمه ومدوره وعليها واحد لاناب بيض وكيدل على الاناقه ديالو. فوق ديك الطابله كاينه واحد المزهريه فيها واحد الورد اصطناعي. على اليمين كاينه كوزينه كبيره وفيها من الداخل واحد الدروج صغار تيديوك للجرده. حدا الكوزينه كاين حمام كبير، والدروج ديال الخشب حتى هما قدام تيديك هاد الدروج هادو ليطاج الثاني. درت بعيني مور الدروج وبانوا ليا واحد الدروج صغار موراهم تيديوك لتحت للقبو. ما ديتهاش فيه، عليها نزلت من شي درجات ديال الرخام جهة الباب ودخلت نيشان. درت اليسار وشفت الصالون، وما تخافوش حتى هو كبير بحال داك الشيء الاخر. كاع القنات في الصاله كيبينوا على الرقي ديالها. كانت بلا ادنى شك فيلا مهيبه، وهذا الشيء ما خلانيش ننسى باللي ملي دخلت لهنايا وشي ثقل تحط ليا فوق الصدر ديالي. ويمكن الاحداث اللي جايين غادي يبينوا ليا السبب ديال هذا الاحساس هذا. البيت ديالي كانت حدا الدروج نيشان، وباش نجيكم الصراحه كانت بيت زوينه. فراش كان مريح وكبير ووسط البيت، على اليسار ماريو كبير وقديم وكان يمكن لك تخبي فيه جثه كامله وبكل اريحيه. قدام الماريو كان واحد طبله صغيره فوقها واحد التلفازه، واحد التلفزيون صغير وحدهم واحد المكتب وكرسي ديالو. هاد المكتب هذا ديال القرايه والمراجعه، وحده داك المكتب كانت واحد البالكو تطلع على الجرده. خرجت باش نطل منها وبحال راني كنكتشف هاد الفيلا لاول مره من مور ما عاود الوالد التصميم ديالها. كنعترف اللي كاع ما فشل في هاد المهمه هذه. كان الوالد والوالده طالعين في الدروج اللي كانوا تيديروا واحد الصوت ديال الصرير مجهد
هاد الصوت كان تيخلع، وقبل ما يوصلوا لبيتهم جات عندي الوالده وبدات كتوصي فيا باش ننعس وما نخرجش داكشي. داك الوصايا ديال الوالده راكم عارفينهم. هاد التعاليم هادو كانوا مهمين بزاف بالنسبه ليها على الاقل. ومن مور مسالات مشات لبيتهم اللي في ليطاج الفوق. ليطاج الثاني فيه بيتي والبيت ديال الضياف، وبيت الوالد والوالده، وواحد الحمام صغير وواحد لاطيراس فيه شي حبوقه. دوك الحبوقه ماتوا حيت ما لقاو حتى شي واحد اللي تهلا فيهم. في الاول انا درت جهدي كامل باش نقدر نبغي هاد الدار، ولكن ما قدرتش. انا كنت واحد الانسان عملي بزاف وعزيزه عليا الراحه والوسائل ديال الترفيه بحال البلاي ستيشن. شنو نقدر ندير انا وسط النيل والدبان في الصباح والناموس بالليل؟ ما عرفتش شنو الحاجه اللي زوينه في هادشي، ولكن الحاجه اللي كتنفر ديال بصح من الدار هي الريحه ديال العفن اللي مسيطره على الدار وما كتخرجش. هاد الريحه بحال ديال الموت. في الاول الوالده صاب ليها شي فار ولا شي حنش ميت، وانا تخلعت من هاد الكلمه ديال الحنش. واش بصح يمكن تكون شي حيه في الدار؟ جاوبتني الوالده بشويه بلا ما تهتم بالراي ديالي. يمكن. ما تنساش بلي راه حنا في واحد المنطقه زراعيه، وراه ام محمد قالت لنا بلي راهم تيخرجوا الفيران والحناش كل مره تيخملوا. وراه قلت ليها تعاود تخمل، وراه ما ردتش عليا الطلب ديالي. فاش خملت ام محمد الدار الريحه ما مشاتش ولكن تزادت عليها. قال لنا الوالد بلي راه يمكن شي حيوان مات في الجرطه، وفاش تيجي الريح تيجيب لينا معاه الريحه ديالو. انا بطبيعتي ما ارتحيتش لهاد التفسير ديالو، وبقى داك الاحساس ديال الثقل محطوط ليا فوق صدري. تيتزاد نهار على نهار، حتى لداك النهار اللي سمعت فيه واحد الصوت ديال شي دري صغير تيبكي وجاي من القابو. المهم الدراري كيف تلاحظوا دابا الروايه عندها واحد الطابع ديال ان كل واحد الفقره كيعاودها واحد الشخصيه من الشخصيات. بحال هاد الفقره الاولى اللي عاد رويناها دابا كيعاودها ادم، دابا غادي يعاودها نوح، غادي يعاود لنا القصه من وجهه النظر ديالو. وهادي بقى هادشي كيتعاود عليها. كنتمنى انكم ما تدوخوش وتبقاو عاقلين على الشخصيات. الشخصيه الاولى سميتها ادم الخولي، وهاد الشخصيه سميتها نوح عبد الله. عقلوا عليهم حتى راهم واحد الشخصيات مهمين في القصه. مهم نكملوا. كل باب عنده ساروت، وتيقولوا باللي الساروت ديال باب العلم هو تعرف تسول وتسمع مزيان. هاد الجمله سمعتها فاش كنت دايز حدا واحد الجامع في خطبه الجمعه. سولت الوالد على شكون قالها ولكن ما كانش عارف. الوالد كان حريص بزاف نتعلم العادات والتقاليد وانا باقي صغير، بحال كيف كان مبزز عليا نبقى وسط الحيوط ديال الدار وما نخرجش للزنقه ولا برا الدار. لواحد الجزء التي لا يتجزأ من الحياة ديالي، وهذا الشيء كان غير حيت خايف عليا وصافي. عييت من نحاول نتحرر ولكن ديما تنفشل. حاولت نطلب من الوالده تعاوني ولكن والو. ديما كانت كتجاوبني باللي خاصني نكون مطيع للوالد بلا مناقشه. كانت عندها نفس الطريقه ديالو في التربيه، الا شي حوايج قلال كانت كتنفذ الاوامر ديال الوالد بلا حتى شي مناقشه، واخا حتى هي عندها واحد الشخصيه قويه وعنيده، ولكن كانت متبعه واحد الاتباع مسحور بحال تقول حكم السيطره عليها. انا ما كنتش عارف واش هاد الطاعه هادي جايه على اساس حب ولا خوف ولا باغا ترضي الله فيه. بسبب هاد الشيء ما كانوش عندي صحاب انا الا شويه من العائله. كيف تيقول الوالد باش يكون شويه ديال الامان. ولكن فاش كبرت بدا الوالد تيتقبل باللي راه العمر ديالي الحالي تيفرض عليا نخرج ونعيش حياه طبيعيه مع القران ديالي. تتحترم العائله ديالنا التقاليد والقوانين اللي ورثوهم ابنا عن جد وتيطبقوهم واخا يبداو تيوليو قدام ومشكوك فيهم. كنت كنسمع قراني متحمسين يجربوا شي حاجه جديده، وانا مفتقد هذا الاحساس هذا. حتى نسول الوالد وغالبا كان كيرفض عليها. ما قدرتش نبعد على دوك التقاليد وما قديتش نبين شي حاجه من غير الاحترام لاي حاجه تحترمها الوالد، واخا هكاك كنت كنبعد على اي حاجه تغضب الله. هنا في العائله ما كاينش الضحك، خاصك تخدم غير على الحاجه اللي غتنفعك، وخاصك تعاون العائله في داكشي اللي كيديروه واخا يبان لك باللي راه غير تخربيق. ديما كان كيفكرني الوالد باللي حنا واحدين من اعلى القوم والاشرف ديالهم، وباللي جدودي كان عندهم
بزاف ديال الخير في مصر، والاتال ديال الفضل والاثار ديال الفضل ديالهم معروف بزاف في الخليج. عليها خاصني نعرف نختار صحابي مزيان، واهم حاجه خاصهم يكونوا من العائله. فواحد الفيلا كبيره في الباسوس، جات وسط واحد المزرعه كبيره كتطلع على النيل النيشان. عشت انا نوح عبد الله. في الجردة تزرعوا بزاف ديال الشجر ديال الفاكهة حتى ولات بحال شي غابة استوائية. واحد السور كبير ديال الحجر داير بالفيلا وقاسمو غير واحد الباب كبير كحل ديال الحديد، وفوق السور كاينين شي بطوات ديال الضو تيشعلوا بالليل. فيلا قديمة وجات في النص ديال الشجر باش تعطي واحد المنظر عمرك تنساه الا شفتيه وقيتة الفجر. اي حاجة جديدة زوينة حتى نجربوها، نشربوا منها العصير ديال المتعة بشوية بشوية. تيقل الشغف بديك الحاجة وحنا تنولفوها، كتولي حاجة عادية وشوية كتولي مملة حيت ولات ديالنا، ومع الوقت تنساوها باش نقلبوا على شي تجربة جديدة. هكا دايرة الحياة، عليها بلا ما يبقى فيك الحال. بهذه الطريقة كان كيرد عليا الوالد فاش تنبغي نطلب منه الإذن باش نجرب شي حاجة جديدة، بلا ما يعطي للتجربة الحق ديالها من قيمة وعلم وخبرة. كان كيرد عليا بهذه الطريقة هذه. في الشباب ديال الوالد قرر يختلط مع بزاف ديال العائلات المشهورين اللي يقدروا يناسبوا المكانة ديالنا في المجتمع. الوالد عبد الله كان عنده واحد الشكل ناظف المظهر ومهيب، طويل وكبير وشعره رطب وبني، عينيه كبار وزرقين بحال البحر كيعطيو واحد المنظر عميق وحاد. جدة قالت للوالدة باللي الوالد تيشبه لجدي وانا تنشبه ليهم. الوالد كان الا مشى حتى دخل لشي جماعه ولاو تيبغيوه، قدر يصنع بزاف ديال العلاقات ومن بعد تعرف على الوالده. وكما كتبدا العلاقات ديما انجذاب، فضول، شغف، اهتمام، تعود، تعلق، تردد، من موراهم كيجي الحب. وقع اللي وقع عمر هادشي جيت انا للدنيا بلا ما يشاوروني. كنا كنعيشو في الباسوس وانا كنت كنبغي هاد البلاصه، واخا تندور بعض المرات برا الباسوس. واخا ما درتش في الباسوس بزاف ولكن هي صغيره وداغي كتحفظها، ولكن انا كنت كنبغي الدار وارتحيت فيها بزاف حيت كانت مكالميه بحال العائله ديالنا. دارنا كانت مكالميه والعائله ديالنا حتى هي، ما عدا بعض الخطرات كانوا ولاد البواب تيبكيو اولا مرتو كانت كتغوت شي بعض المرات. البواب كان واحد الراجل ظريف ومطيع للوالد بحال مرتو اللي فكرتني في الخضوع ديال الوالده للوالد. اكثر ما كنت كنبغي في الباسوس هو النيل والصفاء ديالو اللي تيريح العين. كان النيل سحرني، الهدوء والمكر ديالو والدوامات الصغار اللي ما تيجيوش متابعين. خاصك بين كل وحده تصبر على الاقل شي 10 دقائق. كنت باغي نتعلم من النيل الصبر والتامل، وكنت كنتمنى ندور فيه على شي فلوكه في الليل بوحدي. ولكن الوالد رفض هاد الفكره هذه حيت هي فكره غير امنه كاع، وخلاني هادشي ما نعاودش نهضر ولا نفكر في هادشي مره واحده اخرى. كان واحد الاحداث روتينيه من غير بعض النقاشات الحاده ما بين الوالد والوالده، واللي دائما الوالد كيكون رابح فيه. كان واحد الروتين ممل ما كيهرسو غير شي ضياف من العائله او اصحاب الوالد. حتى الوالده كان عندها اصدقاء ديالها تيجيو، ولكن مع استمرار الرفض ديال الوالد حبسوا هاد الزيارات هذه كليا، حتى وليت انا والوالده منعزلين كليا على العالم. جا الليل وانا كنفكر وبديت كنسمع واحد الصوت ديال شي ضحك من بعيد. سولت الخدامه اللي كاينين في الدار ولكن قالوا لي بلي راهم ما سمعوا والو. عليها خرجت على غفله باش نسترق السمع على الناس اللي تيهضروا وكل شي ناعس. هاد العاده هادي واخا هي عاده خايبه ولكن كانت عزيزه عليا بزاف، انني نسمع الناس وهما كيهضروا في الليل. من بعد ما خرجت وتجسست على الجيران عرفت باللي كاينين شي جيران جداد حدانا. فرحت وقلت يمكن يكونوا عندي شي صحاب دابا، ولكن ما كنتش عارف بلي راه هذه هي البدايه الجديده، واحد البدايه ديال واحد الايام صعيبه وقاصحه بزاف. المهم الدراري هذه هي السيره ديال القصه. في اللغه غادي تبان لكم بلي راها واحد القصه عاديه، ولكن هي راه عندها واحد غاديه في واحد الاحداث مرتبه بزاف. و
دابا راه هما غير وراونا الطريقة اللي كبروا بها الشخصيات الرئيسية اللي هما نوح وآدم. البارت الثانية ان شاء الله تقدر تكون فيها واحد شوية ديال الاحداث اللي مزيانين. كنتمنى انكم تدعمونا باللايك والاشتراك. تصبحوا على خير. چورا چورا چون کلیلا بالبمرا